السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايلكم في فيديو هنعمل نوع من أنواع الحلويات الشرقية وهي صوابع زينب. نوع الحلويات ده يا جماعة الشهر الكريم جاي، كل سنة وانتم طيبين. أنواع الحلويات دي هتبقى مطلوبة ان احنا نعملها، ودلوقتي برضو بنعملها في الشتاء. اما بتاكلي منها كده بتبقى بتدي طاقة وبتدفي وكده. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو ده يعجبكم و... وتجربوه بنفس المقادير وبنفس الخطوات. دلوقتي يا حبايب قلبي، اول حاجة هنبدأ فيها عمل الشربات. كوبايتين بالمج ده سكر، ما يعادل 400 جرام. المج ده يا جماعة 200 جرام سكر. هذا اول مج، ادي التاني 400 جرام سكر. هنحط عليهم مية قد ايه؟ هنحط كوباية ونص مية بنفس المج. هنمشي مع بعض يا حبايبي الخطوات بالراحة، واتمنى ان انتوا تعملوها بنفس الخطوات وبنفس المقادير مظبوطة عشان تديكوا نتيجة حلوة. بسم الله ما شاء الله، نتيجتها كانت مبهرة. بقول لكم ان احنا ايدنا عليها اهو يا حبايبي. معانا عصرة نص ليمونة. هنحط عليهم باكت من الفانيليا. هنقلب يا حبايبي كده، ما نطلعش على الحواف بتاع الحاجة اللي احنا بنعمل فيها. هنقلب جوه كده بحيث ان السكر ما يروحش على جدار الحاجة اللي احنا بنعمل فيها الشربات ويسكر لنا الشربات، ويبقى نوع دي خطوة تبقى عيب في عمل الشربات يعني. قلبنا شوية يا جماعة، طبعا هو مش هيدوب معانا. الحرارة دلوقتي لما يغلي هيدوب معانا. السكر ده معانا كله يا جماعة. من اول ما يبدأ يغلي نحسب من 10 ل 12 دقيقة ونطفي على الشربات. اول حاجة بنبدأ بيها عشان يبرد معانا يا جماعة قبل الوصف. هنسيبه يبرد يا جماعة. معانا المكونات: كوباية دقيق متعدد الاستخدامات يا حبايبي، فاخر، ما يعادل 150 جرام. هننخل يا جماعة كده في البولة اللي احنا هنعجن فيه بنفس الكوباية دي يا جماعة نص كوباية دقيق سميد اهو، اللي هو بتاع البسبوس، دقيق السيمولينا، ما يعادل 75 جرام. معلقة كبيرة يا حبايبي نشا هرمية كده بمعلقة الأكل اهي، ما يعادل 10 جرام. معانا نص معلقة سكر كبيرة ما يعادل 5 جرام. معانا ربع معلقة صغيرة خميرة فورية ما يعادل 1 جرام. ذرة ملح يا جماعة بين صوابعنا، منكترش الملح. هنقلب مع بعض المكونات الجافة مع بعضها كده، نخلطها خلط جيد. معانا يا حبايب قلبي 40 جرام سمنة بدرجة حرارة المطبخ ما يعادل معلقتين، كل معلقة كده 20 جرام، يبقى 40 جرام سمنة بدرجة حرارة المطبخ. ما تبقاش طالعة من التلاجة يا جماعة ولا متجمدة اهي. نحاول ان احنا ندخل السمنة ديت في المكونات الجافة، يعني نخليهم كده مختلطين ببعض ونخليهم يعني ايه دايبين في بعض كده. وايوه يا جماعة على ايدينا كده
بندخل الدقيق والمكونات الجافة دي مع السمنة، تدينا كده شكل كأنه حبات رملة اهو يا حبايبي، مندية كده. الخطوة دي مهمة يا جماعة، لأنها هي اللي بتخلي لك الحاجة دايبة من قلبها كده، صوابع زينب بتبقى دايبة من قلبها كده وهشة وجميل. معانا باكت فانيليا هنقلبه. نسبة المية اللي عندنا يا جماعة نص كوباية مية من اللي احنا معبرين بها الدقيق، ونراعي ان ممكن الدقيق ياخدها كلها او ياخد ازيد او اقل. هنشوف معانا يا جماعة هو هياخد قد ايه. نص كوباية ديت مية دافية زي دمعة العين كده، فترة كده مش ساقعة، فترة. هنقلب كده يا جماعة ونحط المية تدريجي، ونراعي ان كل نوع من الدقيق ما بياخدش زي غيره من نسبة السوائل. ممكن دقيق يقبل سوائل، ممكن دقيق تاني ما يقبلش، ياخد اقل منه ياخد اكتر منه. فاحنا هنعرف الحاجة ديت لما نمسك ملمس العجينة. احنا بنقلب المكونات كده بالاسباتيولا، لكن مش هتغنينا عن اننا نعجن بايدينا. هنعجن بايدينا عشان نشوف ملمس العجينة ايه، وبقت طرية معانا ولا لابسة ولا وسط، نحس بايه بالعجينة. هي يا حبايبي هنشيل الاسباتيولا بقى خالص ونعجن بايدينا اهو. هنحط الماء تدريجي شوية بشوية، ما ننزلش بكمية المية كلها مرة واحدة، بحيث انها ما تطرش العجينة وتبقى لينة مننا. هي يا حبايبي ندمج بقى المكونات مع بعضها ونلتها كده. هي يا حبايبي عجلنا فيها كده فوق من 5 دقايق 7 دقايق. اهي يا جماعة لابسة في ايدينا وحلوة، هي وسط بسم الله ما شاء الله. هنحطها في البولة، بقول لكم البولة نضيفة وايديها نضيفة اهي كده. المكونات لمت مع بعضها، وهنغطيها بكيس من بتاع اللبن كده يا جماعة. هنغطيها تريح كده 5 دقايق بس، مش هنزود. بقول لكم يا جماعة ان انا ما خدتش نص كوباية المية كلها، باقي قيمة 4 معالق او 5 معالق اهم. ممكن شوية المية دول لو حطيناهم كانوا طروا العجينة، فاحنا بنحط القيمة اللي احنا عايزينها بس. هنسيبها ترتاح معانا 5 دقايق ونيجي مع بعض نشكلها يا حبايبي. بوريكم ان العجينة بعد ما ارتاحت شوية لينة وجميلة معانا اهي بسم الله ما شاء الله. بنفردها شوية كده على سطح ونقطعها، عشان هناخد القطعة من دول. هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. اهي هنشيل قطعتين ونغطيهم برضو بالكيس علشان خاطر العجينة ما تنشفش مننا. اهي يا حبايبي بندمج العجينة كده في ايدينا ونعملها رول. نعملها رول كده يا جماعة، نبرمها جامد كده بضغط عشان نخليها متماسكة. اهي يا حبايبي اتمنى يا حبايبي ان الفيديو ده يعجبكم النهارده ويكون خفيف على قلبكم وتجربوه. واذا عجبكم متنسونيش بلايك واشتراك، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي كومنت حلو. واللي اول مره يشوفني يا جماعه يعمل لي اشتراك. ربنا يجعلكم سبب لينا ونعلى بيكم. اهو يا حبايبي بنقطع بقى، ما نكبرش القطعه قوي، قيمه خرطه الصباع بس. اهو يا حبايبي نحاول بقدر الامكان ان القطعه كلها تكون متساويه في الحجم كده بالنظر كده. اهي يا حبايبي اهي هنمسك الحته اللي هنمسكها بقى ندمجها بين ايدينا كده عشان العجينه ما تبقاش مفتحه. نضغطها كده ونعملها صوابع عشان هنشوف هنشكلها ازاي على السطح اللي معانا. بإذن الله هنعمل معاكم شكل واتنين، والشكل اللي يرضيكم اعملوا بيه، عايزين تعملوا بالاتنين اعملوا. اتمنى يا حبايبي ان انتوا تجربوا الفيديو ده وتشوفوا النتيجة بتاعته. في النهاية كانت نتيجة مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده. بسم الله ما شاء الله كانت نتيجتها جميلة جدا واجمل واطعم من الجاهزة. واكد لك ان انت مش هتشتريها تاني من بره، هتعملها في البيت.
كده يا حبايبي. هناخد القطعة اهيت بوريكم ان احنا ايه عملنا الكمية عندنا اهيت. المصفى دي بتاعة تصفية الطماطم اللي هي البلاستيك دي، بقول لكم من جوه خشنة من بره ناعمة، فاحنا هنطبع على اليمة اللي جوه عشان تدينا الشكل اهو، تدينا الشكل ده. هنعوصه يا حبايب قلبي زيت خفيف كده عشان ما نحط العجين ما يمسكش فيه، وهنديله نضغط عليه كده بالطريقة الطولية كده اهي يا حبايبي، ونلفها نبرمها في قلب بعضها كده. هتلاقوها طريقة سهلة جدا ومفيش أبسط من كده اهي يا حبايبي. نعمل تاني واحدة قدامكم اهي، نحطها كده بطريقة طولية ونضغط عليها عشان تطبع فيها الشكل اللي احنا عايزينه اهو، ونبرمها ندخلها في قلب بعضها كده اهي، بنلفها بصوابعنا كده حوالين من بعضها اهي يا حبايبي. اتمنى ان الطريقة دي تعجبكم اهي اهي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، العجينة مظبوطة طرية مش يابسة في ايدينا. إيه الشكل بتطبع في الشكل هيت. لو لينة كانت هتخش في العيون بتاعة المصفى دي يا جماعة وتتقطع، انما هي سمكها مظبوط، مش خفيفة ولا لينة ولا لابسة برضو. خير الامور الوسط يا جماعة. حاجة كده بملمس ايدينا كده بنحس بالعجينة شكلها ايه. بنلفها حوالين بعضها كده يا جماعة عشان تدينا المنظر اللي احنا عايزينه اهو يا حبايبي. كده يا جماعة عندنا برضو المصفى اللي احنا بايه بتاعت الآلية ديت اللي بنشيل بيها وبنقلب بيها، بنحط على السلوك دي وبرضو بنلفها كده اهي، بنلفها حوالين بعضها كده تدينا برضو نفس الشكل بتاعها. ده شكل وده شكل، اللي يعجبكم اعملوا بيه اهو يا حبايبي. خلصنا كده الكمية كلها اهي معانا اللي عندنا. اوريكم كمان واحدة على السلك برضه اهو، بنضغط عليه كده بالطولي طريقة طولية كده، وبعدين بنلفها بايدينا اهي اهي يا حبايبي. حاجة مفيش اسهل ولا ابسط من كده، مش صعبة ولا حاجة. اتمنى يا حبايبي ان انتوا تجربوا الطريقة دي والطريقة دي ترضيكم والفيديو بتاعي يعجبكم. او بقول لكم قطعنا الكمية كلها يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بوريكم اهو شكلين اتنين اهو، اللي يعجبكم اعملوا بيه. هنيجي يا حبايب قلبي لمرحلة ان احنا نقليها. هنحمرها بقى في الزيت. معانا زيت اهو يا حبايبي، زيت غزير. نخلي درجة حرارة الزيت ما يبقاش قادح، وسط يا دوبك كده. اما نحط ايدينا نقرب ايدينا منه نلاقيه الحرارة بتاعته طالعة اهو يا حبايبي، وسط، علشان لما نحط العجينة فيه ما تتلهفش بسرعة ويبقى قلبها ني وتبقى طرية من جوه ومعجنة. لا، احنا عايزينها تدينا نتيجة نبقى راضيين عنها، وتبقى مستوية من جوه، وتبقى من بره واخدة اللون وناشفة كده وبتقرمش من بره. بسم الله ما شاء الله. احنا بنحط كل شكل لوحده من الشكلين اللي احنا عاملينهم يا جماعة. كل شكل هنحطه دور. هننزل بكمية صوابع زينب، نملى القلاية اللي قدامنا دي يا جماعة، ونتابع المراحل بتاع التحمير بتاعتها، ونحركها امتى واللون المظبوط لها مع بعض خطوة بخطوة بالراحة كده يا جماعة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم يا جماعة، واذا عجبكم اعملوا الاشتراك ولايك، اكتبوا لي كومنت حلو، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اهو يا حبايبي بدأت تطوف على سطح الزيت اهيت. دي حاجة تدلل لكم ان المقادير مظبوطة والعجينة مخدومة حلو في العجن، لانها خفيفة معانا اهيت، مش تقيلة، مش نازلة في أرضية الصينية من تحت. لا، ده هي لما عملت بتستوي بقى في مراحل السوا بتاعتها
بتطوف على الوش اهي، خفيفة وهشة ودايبة كده، حاجة كده تدوب في البق يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوها. هنحاول ان احنا ما نقلبش بسرعة ولا نستعجل عليها لحد ما تمسك نفسها، عشان الشكل اللي عندنا ده ما يضيعش. اه ايدنا خفيفة في التقليب كده يا جماعة. هنقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه اهي يا حبايبي. عايزينها تاخد اللون الذهبي الفاتح كده، وكلها تبقى شكل بعضها. اهي يا حبايبي. هنقلب بقى، اول ما بتبدأ تصفر معانا خفيف كده نبدأ ايدينا فيها على طول بقى ونقلب فيها كده. بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة يا جماعة. انتم ما تجربوها هتشوفوا. نقلب فيها كده باستمرار يا جماعة، بحيث ان كلها تاخد لون موحد، ما تبقاش حاجة واخدة لون زايد وحاجة بيضة. نقلب باستمرار كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللون معانا يا حبايبي مفيش أروع من كده اهو، ذهبي خفيف حلو كده جميل. هنصفي نسبة الزيت كلها، ما نطلعهاش بزيتها على الشربات، نصفي نسبة الزيت كلها هيت. بسم الله ما شاء الله، مفيش أجمل من كده اهي. نصفي زيتها جامد ونحطها في الشربات اهي يا حبايبي. نراعي يا حبايبي ان هي اما تنحط في الشربات، بقول لكم يا جماعه ان الزيت ده هنطفي عليه، ما ينفعش نحط فيه الدور التاني الا لما نهدي الحراره بتاعته، نخليه وسط لان هو كده قادح، فما ينفعش نحط فيه دلوقتي. طفينا كده الولعه وبنقلب صوابع زينب هي يا جماعه في الشربات. نراعي ان هي من دقيقه او نص لدقيقتين في الشربات بس، بحيث انها ما تشربش زيادة عن اللازم. ونراعي ان هي فيها دقيق سيمولينا اللي هو دقيق السميد بتاع البسبوسة، عشان ما تشربش زيادة عن اللازم وتتكسر مننا، تبقى ماسكة نفسها. لان معلقتين السمنة يا جماعة بيبقوا مخلينها دايبة وجميلة بصراحة. هدينا درجة حرارة الزيت تاني يا حبايبي، خليناها وسط، طفينا عليها وسيبناها لما يهدي خالص، وننزل ببقية الكمية اللي عندنا. ده الشكل التاني اهو يا حبايبي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. وبإذن الله اللي عايز أي نوع من الحلويات الشرقية يا حبايبي، احنا هنعمل أنواع مع بعض كتير بمناسبة الشهر الفضيل. كل سنة وأنتم طيبين. وهنعمل كل أنواع الحلويات الشرقية بكل تفاصيلها. وبإذن الله فيديوهاتنا تعجبكم. نتمنى ان فيديوهاتنا تعجبكم يا حبايبي وتجربوها. اهي يا حبايبي بدأ الزيت يسخن معانا اهوت، بدأ يسخن معانا وبدأت العجينة ترتفع فوق على وش الزيت اهيت. دي الخطوة دي بتبين لكم يا جماعة ان الخطوات مظبوطة والمقادير مظبوطة، بدليل انها خفيفة كده وهشة بالطوف كده، مش تقيلة وراكزة تحت في أرضية الصينية كده يا حبايبي. برضو بنسيبها لما تتماسك وتمسك نفسها، ما نستعجلش عليها في التقليب اهو، عشان الشكل اللي انعمل ده ما يبص معانا يعني. هنقلب فيها بالراحة كده، نخفف ايدينا عليها واحنا بنقلبها لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه اهو يا حبايبي. بدأت تاخد معانا اللون بسم الله ما شاء الله، اصفرت خفيف معانا هي. بنبدأ بقى نقلب فيها باستمرار علشان تبقى اللون موحد اهو يا جماعة. زادت معانا شوية كده اهي. بنبدأ في المرحلة دي نشيل بسرعة ونصفي الزيت، ما نغيبش عليها، نشيل بقى بسرعة اهو يا جماعة. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو يعجبكم وتبقوا راضيين عن اللي انا بعمله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بكومنت حلو يشجعني.
ربنا يجعلكم سبب لينا لاننا قناتنا ترتفع وعيلتنا تكبر بيكم. واللي اول مره يشوفني يا حبايبي يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هي يا حبايبي بنقلب فيها من دقيقه ونص لدقيقتين، ما نكترش عن كده، وبعدين نشيلها ونوريكم الشكل النهائي ليها. هي يا حبايبي بوريكم ان هي شاربه معانا وناشفه هي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، مش لينه وطريه. ده يا حبايب قلب الشكل النهائي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، ادي شكل بوريها لكم اهي، دايبه كده، حاجه دايبه تدوب في البق كده، وشاربه شربتها هي يا جماعه، وناشفه من بره، بتقرمش من بره ودايبه كده وناعمه من جوه بسبب معلقتين السمنه اللي احنا حطيناهم. ده الشكل التاني يا حبايبي اهو، بوريكم اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده بتدوب في البق. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونيش باشتراك، كومنت حلو، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.